بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوانا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كان في برنامج زمان اسمه عجايب وطرائف. البرنامج ده كان زمان، لكن الظاهر ان فيه نسخة تانية من البرنامج موجودة في نادي الزمالك. عجائب وطرائف رئيس نادي الزمالك واعلام نادي الزمالك. مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بيشعل اجواء السوبر المصري. اثار الرئيس المعزول لنادي الزمالك مرتضى منصور الجدل مجددا قبل اسبوع من موقعة كاس السوبر المصري بين الاهلي والزمالك، وطالب مرتضى منصور بمنع نجمي الاهلي محمود عبد المنعم كهربا ومحمد الشناوي من المشاركة في كاس السوبر بسبب ايقافهم من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم. ويلتقي الزمالك مع الاهلي يوم الجمعة المقبل في استاد محمد بن زايد في العاصمة الاماراتية ابو ظبي في كاس السوبر المصري. واتكلم مرتضى منصور عبر قناة الزمالك التلفزيونية وقال: انا راجل قانون. مرتضى منصور بيقول على نفسه ان هو طبعا راجل قانون، وهو فعلا راجل قانون لانه هو كان مستشار سابق ومحامي حالي. فمرتضى منصور بيقول: انا رجل قانون وهذه هي دولة قانون. اقول لمجلس ادارة نادي الزمالك اختارني، اقول مجلس ادارة نادي الزمالك اختارني كرئيس بعثة للقاء السوبر في الامارات، والقانون بيقول ان لجنة الانضباط قررت او قراراتها نافذة حتى لو هناك تظلم، واعتذرت للادارة عن عدم سفري للامارات في ظل منعي من دخول الاستاد شهرين. اولا مرتضى منصور بيقول ان هو رجل قانون، فمنين انت رجل قانون وبتحترم لجنة الانضباط وفي نفس الوقت انت لا تطبق عزلك من نادي الزمالك لانك معزول بحكم قضاء اداري، وفي نفس الوقت معزول ب يعني وزارة الشباب والرياضة، والوزير بعت العزل ده لنادي الزمالك، والمفروض انك انت حاليا معزول، فلماذا لا تطبق العزل ما دام انت بتحترم القانون؟ ده رقم واحد. تتخذ قراراتها، لا توقف كهرباء، لا توجد مشكلة، بل نريد ان يحصل كل شخص على حقه، لكن المشكلة الا يتم تطبيق اللوائح والقانون على الجميع، وستكون مشكلة كبيرة لو سافر كل اللاعبين وشاركها في اللقاء. وتابع ان يعني لو احنا ذهبنا للقاء السوبر نريد التركيز والفوز، ولكن من اجل اللعب من اجل اللعب عشان يلعبوا، يعني عايز المساواة في الظلم عدل. بيقول لك المساواة في الظلم عدل. ويذكر ان لجنة الانضباط اوقفت كهرباء 12 مباراة قبل تظلم الاهلي على القرار، فيما طرد الشناوي ضد سموحة، وقررت لجنة المسابقات ايقافه 3 مباريات، وتم التأكيد على ان الايقاف لا يسري على كاس السوبر. طبعا مرتضى منصور زي ما سمعنا كده بيطالب بايقاف كهرباء ومحمد الشناوي عن كاس السوبر. طيب كهرباء فهمنا انتوا عايزين توقفوه ليه ومش عايزين يلعب ليه وردكم ايه، لكن في نفس الوقت محمد الشناوي او حتى كهرباء او محمد الشناوي بالذات معروف في لوائح الكرة المصرية ان كل بطولة قايمة بذاتها، واللي بتوقف في السوبر ما يلعبش السوبر، واللي بتوقف في الدوري ما يلعبش الدوري، واللي بتوقف في الكاس ما بيلعبش الكاس. لكن مفيش بطولة بتأثر على بطولة تانية، يعني اللي توقف في الدوري يلعب الكاس عادي، واللي توقف في الكاس يلعب الدوري عادي. فنفسي رئيس نادي الزمالك بما انه هو بيقول ان هو راجل قانون، بيقول ان هو راجل قانون، طبعا بما انه هو راجل قانون يعني يحترم القانون رقم واحد. 2 ملم باللوائح والقوانين. فياريت رئيس نادي الزمالك يجيب اللوائح والقوانين اللي ممشيها الكرة المصرية من الاتحاد المصري لكرة القدم، يجيب بقى لوائح من الانضباط، من التظلمات، من اتحاد الكورة، واكيد هو كل الاندية اكيد عندها نسخة من اللائحة اللي بتدير الكرة المصرية. وقبل ما يتكلم كلام عام يبص الاول في الورقة وبعد كده يقول ينفع او ما ينفعش. يعني النادي الاهلي لما تقدم بتظلم عشان خاطر كهرباء،
اتقدم التظلم لانه هو قاعد وشاف اللائحه وشاف ان مفيش في اللوائح لجنه الانضباط ان في عقوبه اكتر من 6 مباريات، فازاي عاقبه كهربا ب 12 مباراه؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، شافوا ان التظلم ورئيس لجنه التظلم قال، او واحد من لجنه التظلم قال ان كهربا لو تظلم التظلم بيوقف العقوبه لغايه ما يتحكم فيها. ده رقم اتنين. رقم تلاتة، قلنا ان الشناوي عقوبته لا تسري على السوبر. رقم أربعة والأهم من كل ده، الأهم من كل ده، يا عم كلمنا باللوايح، طلع اللائحة وقول اللائحة بتقول 1 2 3 عشان نفهم مع حضرتك. وفي الآخر تحس إن نادي الزمالك عايزين لائحة على المزاج، لائحة على المزاج. يعني هما اللائحة اللي هما يحبوها، زي ما سمعنا فيديو قبل كده يقول لك هات له الحكم اللي بيحبه، او جبت له الحكم اللي بيحبه. الظاهر مش عايزين بس الحكم اللي هو بيحبوه او الحكم اللي بيحبه، لا كمان عايزين اللوائح والقوانين تمشي على حسب اللائحة اللي بيحبها والقانون اللي بيحبوه، واي حاجة في اي حاجة. يعني نفسي في قناة الزمالك او في اعلام الزمالك او اي حد منتمي لنادي الزمالك لما يجي يتكلم يجيب لائحة ويقراها، يجيب القانون ويقراه، اما يجي يتكلم بالمنطقية والمصداقية، وبيتكلم مش على حسب الهوى ولا على حسب المصلحة، لا على حسب المكتوب. زي النادي الاهلي ما بيعمل، النادي الاهلي بيهدى، ولما بيبقى في اي قرار النادي الاهلي بيقعد ويدرس القرار ويدرس اللوائح ويراجع المستشارين والمحامين، وبعد كده بيطلع قرار النادي الاهلي. في النهاية بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.